استنى، ايه اللي حصل ده؟ اللي هتشوفه دلوقتي مش طبيعي ومش هيتكرر بسهولة. لحظات حصلت في ثانية بس كفيلة تغير كل حاجة. ومعانا لو رمشت هتفوت نص الحكاية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. ده سرب من درونز بالذكاء الاصطناعي، بيطير وسط غابة كثيفة جدا من غير أي تحكم بشري. كل درون فيهم بياخد قرارات في أجزاء من الثانية، بيفادي الشجر ويحافظ على تزامنه مع الباقي. الموضوع مش طيران، ده عقل جماعي بيشتغل في نفس اللحظة. لكن هنا بيخلوا الروبوتات يلعبوا بعض ملاكمة. أظن كده مفيش حاجة تاني لسه الذكاء الاصطناعي ما عملهاش. ده فندق شيرين في نيو جيرسي يوم 20 مايو 2025، وفي ثواني قليلة جدا المبنى كله انهار من خلال هدم متحكم فيه ودقيق لدرجة ان الهيكل وقع زي ما هو مرسوم بالظبط. ده نوع من التجارب اللي بيعملوها في اليابان. ومعرفش ازاي بيقدروا يعملوا امواج زي اللي في البحر بالظبط. في اندونيسيا قارب صيد ماشي في وسط البحر هادي نسبيا، وفجأة موجة عملاقة بتضربه. لحظة واحدة بين الأمان والفوضى. فعلا البحر ملوش كبير. 3 feet from الراجل ده عمل الأداة دي وبيعمل لفتين كاملين في الهواء وبيرجع لنقطة البداية بدقة تخليك تشك في اللي شايفه. وفي رمشة عين حرفيا شرب ازازة مية كاملة من غير ما نقطة تقع وفي نفس واحد. هو ده بقى الكلب اللي بيتربى فعلا، بيسيطر على قطيع كامل في ثواني بحركة واحدة وإشارة بسيطة كل القطيع بيتحرك. ذكاء وتنظيم يخلي أي راعي يتمنى يكون عنده كلب زي ده. مين قال إن المشاية اللي في الجيم معمولة عشان البشر وبس؟ أكيد القطط دي شايفة حاجة هي مش شايفاها. في الهند الدبة الأم بتواجه نمر. مفيش هروب، مفيش خوف، قتال مباشر علشان تحمي صغيرها. ودي مش شجاعة، دي غريزة أقوى من أي خوف. في المواقف اللي زي دي لازم رجلك تكون على الفرامل. مش مهم الموتوسيكل، أهم حاجة إنك كويس. موتور V8 بسعة 6.3 لتر بيحرق الوقود بسرعة جنونية كأنه معمول لكده وبس. وده روبوت بيلعب جولف، ومش بس بيضرب الكورة،
ده بيوديها لمسافة كبيرة جدا وكمان بدقة شبه مستحيلة. في موسكو المستقبل بدأ فعلا، الكاشير بقى رقمي، شكله زي الإنسان بيتكلم ويتحرك. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Билетик мне, пожалуйста. Оплата будет картой? مفيش فرق بينه وبين البشر تقريبا. وده واحد قرر يكسر كل الحدود، ركب محرك طيارة حقيقي على موتوسيكل وما بقاش مجرد وسيلة مواصلات، ده حرفيا بقت صوت مقاتلة على عجلتين، سرعة وهيبة وخطورة في نفس الوقت. واحد قرر يعمل أغرب مطاردة في التاريخ، سرق جرافة زراعية علشان يهرب بيها عشان تبقى أبطأ مطاردة في التاريخ. هي العربية دي ملهاش أهل يسألوا عليها ولا إيه؟ في واحد زهق من الناس اللي بتركن قدام بيته، فقرر يعلمهم درس بطريقة عبقرية، ركب رشاش مية بيشتغل بالحركة، أول ما حد يدخل يركن بياخد شاور محترم. حل بسيط لكن فعال. ودي مطاردة بس مش حقيقية. كل اللي انت شايفه ده مجرد شغل هوليوود، مش حاجة مرعبة ولا حاجة. إذا كان اللي فات تمثيل فده حقيقي 100%. وده واحد بيجري بقاله 20 سنة متواصلة ولسه قدامه 4 ساعات كمان علشان يخلص التحدي، ووراه مباشرة شفرة دوارة بالشكل ده، غلطة واحدة وكل حاجة تنتهي. ده مش تحدي، ده ضغط أعصاب على أقصى مستوى. كل الناس بتبص لفوق لأن في شخص ماشي على حبل رفيع جدا بدون تأمين وبدون خوف، مجرد توازن وبس. أنا مش قادر أستوعب هي الناس دي بتعمل في نفسها كده ليه؟ دي طيارة الدي سي 6 التاريخية، وهي بتنزل على مدرج ترابي ومخلية الغبار في كل حتة. لكن التحكم دقيق بشكل مرعب، مشهد نادر وقوة هادية. من غير أي مقدمات فيل بيقتحم شارع كامل، بيقلب الموتوسيكل وبيخلي الناس تجري في كل اتجاه، فوضى كاملة، بس الحمد لله محدش اتأذى. وفي مشهد تاني أهدى لكنه مرعب بطريقة مختلفة، مية الفيضانات بتغرق سكة حديد ببطء، لقطة هتخليك تشوف الكارثة وهي بتحصل قدام عينك ثانية بثانية. What the hell? There is a tornado in the middle of Manchester. ده موتوسيكل بيطير. كأنه طالع من فيلم خيال علمي.
وده مش مجرد فكرة، ده واقع بيتجرب قدامك. أظن مش هنشوف حاجة زي دي غير في الهند. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.